إذا كانت النية مبيتة منذ ذلك الحين، ومن الواضح أن هناك أزمة ثقة. من الواضح الجميع المراقبون يتحدثون عن هذه النقطة. ليس أدل على ذلك شواهد كثيرة في الواقع. أود أن أخذ ربما آخرها زمنيا ما سمعناه على لسان وزير الخارجية البحريني اتهامات خطيرة لقطر بأنها قدمت قطر كانت جزء من التحالف في اليمن، قدمت إحداثيات القوات البحرينية والإماراتية للحوثيين مما أدى إلى قصف هذه القوات في مأرب. بما تردون على هذه الاتهامات الخطيرة؟ في الفترة السابقة بحكم عملي في وزارة الخارجية سابقا، زملائي معالي الشيخ خالد وعبد الله الجبير وقبل سمو الأمير سعود الفيصل، نحن نجتمع مع بعض ونتكلم في بعض الهموم، كنا نطرح أمور كثيرة. لذلك أنا أستطيع أن أجزم لك بأن الشيخ خالد الخليفة يعلم أني أعلم أنه غير صادق. القوات القطرية أبدا لم تكن متواجدة في مأرب ولم تدخل مأرب. القوات القطرية كان لها مهمة معينة على الحدود السعودية. هذا ما نود أن نعرفه. أي قوة كانت تطلع أي مهمة كانت تطلع بها القوات القطرية في إطار هذا التحالف في اليمن؟ قطر حقيقة القوات القطرية كلفت بأن تكون مع أشقائنا في القوات المسلحة السعودية على الحدود الجنوبية. كان لدينا 7 نقاط، وكانت مهمة القوات المسلحة القطرية هي حماية هذه ال7 نقاط. ليس من بينها مأرب؟ أبدا لم يطأ قدم للقوات المسلحة القطرية في مأرب، وهو الشيخ خالد يعلم هذه الحقيقة. وهم نشروا في تحقيقاتهم بأن السبب أحد الصحفيين الذي يعمل لدى أحد الصحف التابع لدول الحصار. أعتقد أنه قام بتصوير المنطقة العسكرية وبالتالي رفعها على الفيسبوك، وهو يضع الموقع، ومن ثم تكشفت إحداثيات الموقع.